كيف تكلمت سابقا في الفيديو الاخير، باش تبني عضلات خصك تحترم واحد الشروط كاستهلاك الفائض الحراري وبروتين كافي مثلا. وباش تكون متاكد انك في الطريق الصحيح خص يبانوا لك بعض الاشارات كزياده الوزن، تطور في العصب الى اخره. قمت بالاشاره في الاخير للناس اللي كيسميوهم بالهارد جينرز، او الاشخاص اللي كيصعب عليهم زياده الوزن، بالاخص زياده الكتله العضليه. المهم انا في هذا الفيديو غادي نتكلم على هذا الصنف، واش فعلا كاين ولا غير اشاعه، شنو الاغلاط اللي كيطيح فيهم، وشنو هما الحلول اللي يقدر يتبع. الا بغيتي جواب سريع راح حط مختلف الفقرات ديال الفيديو، سير مباشره للفقره اللي كتهمك، لكن انا كنطلب منك تشوف الفيديو باكمله باش تعاون شويه الالغوريثم ديال القناه وتبان عند الناس بكثره. الاشخاص غير المستجيبين او النون ريسبوندرز هما واحد الاشخاص اللي ما كيستجيبوش بشكل عادي لواحد التدخل، كيف ما كان نوع هذا التدخل. مثلا الناس اللي ما كيستجيبوش لنفس الحجم الرياضي، او مثلا كميه الكافيين الى اخره. صراحه ما كنبغيش نستعمل هذا المصطلح حيت بحال كتحاول تلقي عليهم اللوم وتسبي فيهم الغلط، لكن في الحقيقه كيقدر في بعض الاحيان غير داك البروتوكول اللي تبعوه في الدراسه ما كانش صالح لدوك الناس، خصوصا فيما يتعلق بالتمرين. سواء ان النظام المعيشي ديال دوك الناس مغاير بكثير لباقي المجموعه اللي دارت عليها الدراسه، او ما كانوش محكمين في واحد المتغيرات اللي عندها تاثير في الدراسه، كمثلا ما فرضوش على الاشخاص يجلسوا نفس الوقت ديال النوم، وحنا عارفين ان النوم عنده تاثير مهم، وزيد او غير فعلا داك الحجم التدريبي كان بالنسبه لهم ناقص وخاص حجم اعلى على مدار الاسابيع. كيف ما في هذه الدراسه اللي زادوا من الحصص التدريبيه عند المختبرين، الشيء اللي خلى دوك نون ريسبوندرز يستجيبوا للتمرين. يعني الا جيتي تدخل في التفاصيل غادي تلقى على ان البروتوكول المتبع ما يناسبهمش وصافي، وكيخص طرق اخرى تتبعها حتى تلقى ما يناسب لدوك الاشخاص اللي استجابوا لحجم اكبر للتمرين في الدراسه اللي ذكرت سابقا، استجابوا للتمرين اللي يخص القدره التنفسيه او الكارديو. بالنسبه للبناء العضلي فالامور تقدر تختلف شيئا ما، كاين شويه ديال التعقيد العلمي في هذا الشيء، لكن غادي نحاول نبسط الامور وغادي نخلي لك المصادر والدراسات الا بغيتي تلبي ديك الرغبه الفضوليه ديالك من هذه الناحيه. المهم على العموم زياده القوه العضليه كيكون عند كلشي، ومعدل جد ضئيل اللي عنده هذا المشكل ديال عدم زياده القوه العضليه، لكن من جهه اخرى فالبناء العضلي ممكن يكون بسرعه جيده، بطيئه، منعدمه، او يكون العكس، يعني التدهور العضلي. السبب علاش باقي ما كاينش شي حاجه اللي متاكدين منها في الدراسات، وكتبقى غير تحاليل واستنتاجات اوليه. لكن الحاجه اللي كيلاحظوا عند هذوك الناس اللي ما كيستجيبوش للتمرين بشكل طبيعي او كيستجيبوا بالعكس، هو اختلاف رده الفعل ديال الجسم ديالهم، كمثلا الاختلاف الجيني او التعبير الجيني لدوك الاشخاص. فالاشخاص اللي كيستجيبوا دغيا عندهم استجابه سريعه او تعبير جيني مناسب للنمو العضلي مرتفع مقارنه مع الاشخاص اللي ما كيستجيبوش دغيا. هذا الامر هذا كيخليهم دغيا يزيدوا في عدد المايونوكلي في اليافهم العضليه، وبالتالي تسهيل النمو. الاختلاف ايضا كيكون في الدرجه ديال الالتهاب. باش نشرح لك، البناء العضلي داخل فيه بزاف ديال الاشارات، وحتى حاجه ما كتسبب البناء العضلي بشكل مباشر بوحدها، خص بزاف ديال الاشارات يتجمعوا باش يساهموا في ذلك، منهم الالتهاب. فالالتهاب ماشي شي حاجه اللي خايبه وماشي شي حاجه اللي زوينه، هي واحد الحاجه اللي كتحتاجها بالقياس المناسب لك. الاشخاص اللي داخلين ضمن الصنف الغير المستجيب او عندهم بطء النمو لقاو عندهم استجابه التهابيه مرتفعه مقارنه مع البقيه بعد التمرين. كلشي كيرتفع نسب الالتهاب عنده بعد التمرين، غير الاشخاص اللي غير مستجيبين كان عندهم ارتفاع اكبر مقارنه مع المستجيبين بشكل عادي. باش تزيد توضح هذه الفكره، كاين دراسه اخرى لقاو ان الامطور عند الغير المستجيبين جد مرتفع هو الاخر مقارنه مع المستجيبين بشكل عادي. كمعلومه، الامطور هو داك الساروت ديال النمو العضلي. غادي تقول لي كيفاش الامطار مرتفع عند الغير المستجيبين وما عندهمش نمو معقول؟ انا نشرح لك. من غير النمو العضلي فالامطار مسؤول ايضا على دعم توازن جهاز المناعه عند الانسان، وهذوك الاشخاص اللي قلنا غير مستجيبين عندهم ارتفاع جد مهم في الالتهاب. داكشي علاش الامطار مرتفع عندهم بشكل عالي باش يكون مواكبه لذاك الالتهاب. الامطار اللي مرتفع عندهم ماشي لغرض النمو العضلي، انما لدعم جهاز المناعه. الالتهاب المرتفع بشكل عالي ودائم كيأثر على سرعة الاستشفاء العضلي وارتفاع التدمير البروتيني. هذه القضية كتقدر تبدا منذ اليوم الأول من التمرين وكتبقى كتراكم على مر الأسابيع.
فالكل كيعرف انه فاش يلاه كتدخل لاصال كيكون داك التدمير العضلي او المصل دامج. هذاك التدمير العضلي الاولي كيقدر ما يساليش بالنمو، انما غير الاستشفاء فقط، خصوصا الا ما كانش مده كافيه للاسترجاع الرياضي عند الشخص. ففي الاسابيع الاولى كيف تكلمت سابقا يلاه كيبدا الجهاز العصبي يتاقلم، ومعه تراكم الاشارات المناسبه للنمو، ماشي غير الاصلاح والاستشفاء. لكن عند هاد الاشخاص الغير المستجيبين الفتره اللي خاصهم التاقلم طويله مقارنه مع البقيه، حيث نسب الالتهاب والتدمير العضلي كيف قلت جد مرتفعه عنده، وبالتالي هو الا مشى تبع نفس البرمجه الرياضيه ديال البقيه بوتيره استرجاع ضعيفه كيقدر يبقى طايح في واحد الدوامه ديال الاصلاح والاستشفاء العضلي الدائم بلا ما يكون تأقلم مناسب للنمو. هادشي اللي حاولت نشرح كيشير لنفس القضيه اللي قلت، هو ان البرمجه الرياضيه وحتى الريجيم المتبع يقدر يكون غير مناسب لك كشخص غير مستجيب، سواء ان الحجم الرياضي قليل، الشيء اللي شفناه في دراسه الكارديو، او ان الحجم الرياضي اللي متبع مرتفع جدا مقارنه مع سياسه الاسترجاع الرياضي ديالك. سياسة الاسترجاع الرياضي اللي كيكون داخل فيه النوم بشكل رئيسي، ثم التغذية وكمية المياه، وزيد عليها أيضا كيفية تسيير الضغط النفسي العام. التغذية في هذه الحالة عندها دور مهم جدا، خصوصا في تسهيل الاسترجاع الرياضي، بحيث يجب التركيز على توفير سعرات كافية اللي شاملة لمختلف المكونات الغذائية من الألياف، بروتينات، أملاح معدنية وفيتامينات. فأغلب الناس اللي كيقول لك كيعاني من عدم زيادة الوزن ومعه العضلات، اول غلط كيطيح فيه هو انه ما كيدخلش سعرات كافيه له للنمو، او كيسحب ليه انه كياكل بشكل كافي، لكن العكس. واكفس من ذلك هو انه ما كيكونش جاد في التغذيه ديالو، كيف ما واحد متبع ريجيم التنشيف، بحيث ما كيردش البال لكميه البروتين ديالو، ما كيحرصش على استهلاك جميع السعرات اللي عنده، ما كياكلش حتى كيبدا يحس بالجوع مثلا. هادشي لا حس به وزيد. لذلك حاول تحدد كميه السعرات المناسبه لك، يعني حسب في البداية شحال خاصك، وراه رد البال للوزن ديالك على مر واحد 3 أسابيع. الا ما زادش الوزن زيد كميه السعرات، وراقب ثاني الوزن حتى توصل للسعرات اللي خاصك باش تزعزع دوك الارقام في الميزان. ملي كنقول زيد السعرات فماشي ضروري تزيد كميه الاكل، فكيف ما تقدر تاكل كميه طعام كثيره بسعرات قليله، راه ممكن تاكل كميه طعام قليله بسعرات جد مرتفعه، كمثلا التركيز على اطعمه ذات كثافه حراريه مرتفعه، كمثلا بلاصه ما تاخذ صدر ديال الدجاج اللي ناقص في السعرات وصعوبه المضغ ديالو كتخليك تشبع بسرعه، خذ فخاد ديال الدجاج كمصادر بروتين بلاصه الطون اللي منخفض في السعرات، خذ السردين مثلا الى اخره. المهم انا راه حاط في الصفحه منشور بخصوص مصادر البروتين ومختلف السعرات ديالهم الا بغيتي تاخذ فكره. لكن بطبيعه الحال الامر لا يقتصر فقط على مصادر البروتين، انما حتى المكونات الاخرى، كمثلا بلاصه ما تاخذ البطاطس اللي مؤشر الشبع عندها مرتفع، خذ المعجنات اللي مرتفعه شيئا ما في السعرات، وايضا اعتمد على مصادر الدهون بشكل اكبر كالمكسرات والزيوت الطبيعيه. حاول تعتمد ايضا على السعرات السائله اللي كتكون سهله الاستساغه او سهله الاكل، بحيث ممكن تستهلك ما يقارب 1000 سعره واكثر فقط غير في عصير واحد، مكون مثلا من الحليب، واي، مكسرات، شوفان، عسل الى اخره. المهم تحاول تعتمد على مؤشرات الشبع والكثافه الحراريه ديال الاطعمه باش تحدد شنو هو اللي مناسب لك ويسهل عليك توصل للسعرات والبروتين اللي خاصك بسهوله. وهذا الشيء غادي تلقاه مجموع في قائمه شامله لكاع دوك الاطعمه في الانترنت. رد البال ايضا لكيفاش انت شخصيا عايش حياتك، وشوف التغييرات اللي ممكن دير، كمثلا تفيق بكري باش يكون عندك يوم طويل اللي تاكل فيه بكل ارتياح، دير المنبه في الهاتف باش تاكل في ساعات محدده، وماشي حتى يجيك الجوع، توجد ماكلتك على اتساع، وماشي حتى تبغي تاكل عاد تقلب على شنو تاكل. وخاصك تخلق واحد المنظومه وجو مناسب لتحقيق اهدافك، وماشي تتبع داكشي بعشوائيه، عاد زيد عليه تسيير الضغط النفسي والنوم الجيد والكافي الى اخره. بالنسبه للتمرين فكيف ما قلت خاصك تلقى الحجم المناسب لك انت شخصيا، يعني تاخذ الوقت وانت غير كتجرب. من البديهي انك الا كنت تمشي شي حاجه غادي تستافد منها اكثر، يعني احتمال كبير انك فاش ما لاحظتيش التطور بديتي كتزيد في الحجم الرياضي. يعني حاليا ممكن تكون كتريني بحجم جد مرتفع، لذلك كنصيحه اوليه قم بتخفيض الحجم الرياضي الحالي اللي عندك باش تحيد عليك ما يسمى بالجنك فوليوم، واعتمد على سيريات قلال في التمرين ديالك مع التركيز على التنفيذ الجيد، الحركه الكامله والوصول او الاقتراب من الفشل العضلي.
فعموما الدراسات تصرح بالوصول لما يقارب 12 إلى 20 مجموعة أو سيري في الأسبوع كمعدل لكل مجموعة عضلية، كمعدل، حيت كاينين دراسات اللي صرحوا بأكثر، يعني تقدر توصل لسيريات أكثر. ولكن ممكن انت نهار بديتي ب 30 مجموعة لكل عضلة ومنفعتكش، حاول ترجع للعدد اللي ناصحين به تدريجيا، أو خدم بحجم أكثر انخفاضا، كمثلا 5-8 مجموعات أو سيري في الأسبوع، مع التركيز بطبيعة الحال على الحدة الرياضية المناسبة، التنفيذ الجيد، الحركة الكاملة، والاقتراب أو الوصول للفشل العضلي. تقنية الهاي انتنسيتي تريننج أو التمرين بحدة عالية هي واحد التقنية بانت مع أرثر جونز، تم صقلها من طرف مايك مينزر. المهم انا ماشي كنقول لك انه ضروري تتبع هذا الحل، انما غير كنشير ليه كحل من الحلول اللي ممكن تجرب. وحيت مؤخرا كثر النقاش حوله، قلت نتكلم عليه بعجاله، بين ما حطيت فيديو خاص به كنتكلم على الايجابيات والسلبيات ديال هاد السياسه. المهم الفرق بين هذه التقنيه ديال التمرين والتمرين التقليدي هو انك كتحاول تفوت الفشل العضلي، يعني توصل للفشل العضلي وتزيد دفع اكثر من ذلك. بطبيعة الحال هذه التقنية تخلف وعياء جد حاد، الشيء اللي كيخليك تلقائيا تنقص من الحجم الرياضي العام. يعني عوض ما غادي دير 12 سيري للعضلة في الأسبوع اللي غادي تكون قريب فيها من الفشل، غادي تبقى مثلا في الحدود ديال 2 حتى 4 ريبس ان ريزيرف. تقدر دير مثلا غير 6 ديال السيريات في الأسبوع اللي غتفوت فيهم الفشل العضلي وتوصل للحدود ناقص 2-3 أو ناقص 4 ريبس ان ريزيرف مثلا. باش دير هكاك كتستعان بتقنيات تدريبيه اخرى كالفورسد ريبس، نيجاتيفز، كلاستر سيتس، دروب سيتس الى اخره. هاد التقنيه بطبيعه الحال كيف قلت قد تناسب البعض والبعض لا، عندها ايجابيات عندها سلبيات، حيت كاينين دراسات اللي كيقولوا ان الحجم الرياضي كيبقى مهم، يعني ماشي ضروري تنقص منه، ولكن كتبقى التقنيه ضمن التقنيات اللي تقدر تخدم بها. والشيء نيت اللي حصلت عليه في الاستفتاء اللي درتو عندي في الصباح، بحيث قدر يعاون أو قدرات هذه التقنية تعاون 50% ديال الناس على التطور، لكن بالمقابل كانت 20% اللي عانت العكس، والبقية ما لاحظوا حتى شي تطور أو ما لاحظوش شي فرق كبير. أنا عطيت فكرة عشان نتكلم إن شاء الله على التفاصيل لاحقا. هذا من جهة إلا كنتي غادي تعتمد على زيادة الحدة الرياضية. كاين حل آخر اللي هو العكس، خفض الحدة الرياضية. فكيف ما قلت انت كشخص خاصك تلقى الطريق الانسب ليك. الدراسات انا حاطه واحد الحدود اللي كتلعب وسط منها، فما جاوش وقالوا لك خاصك دير عدد سيريات محدد، انما بين وبين. حتى الحده الرياضيه ما جاوش وقالوا لك خاصك حده رياضيه معينه او حده معينه، انما اكتفوا بانهم نصحوك تبقى قريب من الفشل وصافي. في بعض الأحيان إلا بقيتي قريب من الفشل يقدر يكون أحسن بكثير في التطور من أنك توصل للفشل التام أو تفوت الفشل، حيت بكل بساطة غادي تتحكم أكثر في نسب العياء ديالك ويسهل عليك تريني العضلة بفعالية أكبر. كيف ما كان الحال فبعض الأمور تقدر تصلح لك أنت كشخص والآخر لا، وهذا هو الشيء اللي وضحته في بداية الفيديو، حيت ما كاينش غير عامل واحد، إنما بزاف ديال الحوايج اللي كتلعب دور في التطور ديالك واللي كتطلب منك الوقت والصبر باش دير تحليل تلك المعطيات وتحسن منها. خاصك بعدا لي باز تكون شادو محاكمو كالنوم، التغذيه، تسيير الضغط النفسي، الجدول ديال التمارين ديالك الى اخره. عاد تشوف التمارين او التقنيات المتطوره او المتقدمه اللي ذكرت. يعني كخلاصه، الا كنتي من الناس الغير مستجيبين فغالبا غير السياسه اللي غادي بها ليست مناسبه لك، خاص دير بعض التغييرات اللي بطبيعة الحال خاصك الوقت باش تراقب ردة الفعل الجسم ديالك، ثم اتخاذ القرار واش داكشي مناسب ولا لا. يعني فوق هادشي كامل خاصك الصبر. الخلاصة، راقب سعراتك وكمية البروتين اللي كتاخد وشوف واش كميات مناسبة لك. حسن من جودة النوم وسياسة تسيير التعب ديالك. راقب الحجم والحدة الرياضيين ديالك وشوف واش خاصك تنقص ولا تزيد، ورد البال للضغط النفسي العام ديالك. نتمنى نكون وضحت لك واخا غير شويه الموضوع. شكرا على المتابعه، موعدنا في الفيديو القادم.